ورحمة الله وبركاته. مع المباراة الثانية في ودية المقاولون العرب وإنبي. المباراة الأولى انتهت لصالح إنبي 4-0. المباراة الثانية هتبتدي. شايف حصلت تغييرات طبعا في الفريقين. يمكن اللي مكمل في فريق إنبي من المباراة الأولى زياد يوسف، إنما في المقاولين في مصطفى بيكيه مكمل ومهند مكمل وحسين مكمل. نزل ولاد جداد زي الصاوي وكريم علي اللي مع الكوره دلوقتي، وادي احمد محسن برضه نزل، وفي عبد الله خالد برضه نزل. عمر هاشم انما تصل لمحمد ناصر. محمد ناصر لعمر جامده على زياد النواوي، تطلع ضربه مرمى. شايف الجون كمان اتغير في المقاولين. فارس احمد اللي واقف دلوقتي، فارس يلعبها لبيكيه، لحسين، حسين النواوي يستخلصها من قدامه لمحمد ناصر يلعبها بالعرض كريم علي، انما النواوي يحولها ضربة مرمى لفريق المقاولين العرب. فارس لبيكيه، بيكيه يلعبها قدام الصاوي، تصل ده عمر سلامة اللي واقف دلوقتي. صهيب احمد لعبها لعمر هاشم، انما تطلع رمي التماس لفريق المقاولين العرب. راح لها كريم علي، لعيب خط نص، هيسيبها لحسين طلال. انما الحكم بيصفر. هل تغيير اوت؟ لا، الكابتن لعب الاوت للمقاولين برضو. مهند يخبطها فعمر هاشم، تطلع رمي التماس. عبد الله خالد انما اتشتت من قدام كريم علي. رمي التماس عبد الله خالد مهند، انما تتقطع. محمد ناصر رمي التماس المرة دي لإنبي. محمد ناصر يلعبها لعمر هاشم لمحمد ناصر. يرجع لصهيب. صهيب ولا حازم؟ ده مهاب سامي، وصلت لمهاب سامي. احمد محسن انما قام الحكم هيعمل اسقاط. اديها لصهيب يرجعها لحازم. حسين لمهاب سامي. انما الصاوي يقطعها. احمد محسن بيكيه. مهاب سامي لزياد النواوي، انما جامده يا زيزو. تطلع رمي تماس للمقاولين. احمد محسن، الصاوي يزق، ضربه حره لإنبي. حازم حسين، حازم مهند واقف حيطه. حازم رفع الله بيسدد الجول، انما تطلع ضربه مرمى فريق المقاولين العرب. بيكيه يلعبها اماميه. الصاوي وصهيب. الصاوي سدد الصاوي، انما تخبط في العارضه. ايه موضوع العارضه النهارده مع المقاولين العرب؟ في المباراه الاولى كورتين في العارضه، وادي
في المباراة الثانية كورة في العارضة. أحمد محسن، أحمد محسن، أحمد محسن رفع الكورة إنما في إيد عمر سلامة، راح لها عمر سلامة بصراحة قبل ما تطب. برافو يا عمر. عمر يلعب إيد ورجل. عمر هاشم، عمر هاشم، مصطفى بكيه أقرب، مصطفى بكيه، مصطفى بكيه إنما باص مقطوع. مهاب سامي يزقها لزياد النواوي لمهاب، إنما عبد الله خالد، عبد الله خالد يقف على كورته ويرجع لحسين. حسين يعدي، حسين ويلعبها لعبد الله. عبد الله يقطعها منه محمد ناصر ويلعب لزياد يوسف. زياد يوسف لمهاب سامي، مهاب سامي. برافو يا احمد يا محسن. يحولها رمي التماس من قدام مهاب سامي، تطلع رمي التماس لنادي انبي. مهاب سامي، عمر هشام، عمر هاشم. اتلخبطونا يا بتوع انبي، في عمر هشام وفي عمر هاشم. في المباراة الأولى غلطنا قلنا على عمر هشام وعمر هاشم، وادي في المباراة الثانية عمر هاشم بنقول عمر هشام. طبعا معذرة المعلق لسه مبتدئ، نلتمس العذر. رمي التماس مهاب سامي، حسين يشتت، محمد ناصر هيحضن عليها، حضن عليها وخد رمي التماس. رمي التماس محمد ناصر، محمد ناصر، عمر هاشم. مهاب سامي بيجري عليها بكل قوة، لحقها طبعا ويلعبها، انما احمد محسن والله توصل لزياد النواوي. زياد النواوي، زياد النواوي تخبط في كريم علي. زياد النواوي، عمر هاشم، محمد ناصر، زياد يوسف مع محمد ناصر يسدد، تمر من جنب العارضة او القائم، تتحول لضربة ركنية. والله هجمة كويسة، ضربة ركنية لنادي انبي. عمر هاشم، عمر هاشم، مهاب سامي عدى كويس وسدد ويحط رجله. محمد ناصر بيحرز الهدف الأول لفريق انبي، 1-0 لفريق انبي. هو مهاب كان شايط، انما محمد ناصر يحط رجله، جون جميل. احمد محسن، كريم علي، كريم علي، حسين يلعبها لاحمد، انما مهاب سامي يدخل ويستخلصها كويس. مهاب سامي، مهاب سامي بكيه يقطعها، انما تتكعبل تحت رجل حسين. يشتت عمر هاشم خارج الملعب. ضربة مرمى لفريق المقاولين العرب. هي ضربة مرمى، الكرة اتلعبت متحركة. حسين، حسين، عبد الله خالد يطلع بالكرة، ضرب رمي التماس. محمد ناصر صاحب الهدف، محمد ناصر زياد النواوي لمحمد ناصر، ناصر لصهيب، صهيب لمهاب سامي يعمل التاكلينج. احمد محسن استخلصها، الكرة في نص الملعب طبعا. ضربة حرة لفريق نادي انبي. كريم كان زق عمر هاشم، حازم حسين، حازم لزياد يوسف، زياد لعمر هاشم، عمر هاشم يقف على كورته لزياد، زياد لمهاب، مهاب يسدد، انما ضربة مرمى لفريق المقاولين العرب. فارس، فارس لحسين، حسين يلعب طويلة انما تتقطع. محمد ناصر، كريم علي تيجي في ظهر عبد الله خالد. مهند يقف على كورته لعبد الله خالد لكريم علي. كريم علي تعمل معاه فاول،
من زياد يوسف، ضربة حرة لفريق المقاولين العرب. كريم سابها لبيكيه، بيكيه لأحمد محسن، أحمد محسن لبيكيه، بيكيه لعبها أمامية إنما يدخل، تصل لعمر هاشم، عمر هاشم لزياد يوسف وبيكيه، زياد يوسف وبيكيه، زياد يزقها لعمر ما يلحقهاش، تطلع ضربة مرمى لفريق المقاولين العرب. فارس لبيكيه، كابتن مصطفى عثمان يطلق صافرة نهاية الشوط الأول، تقدم إنبي بهدف لمحمد ناصر 1-0. إلى اللقاء مع فعاليات الشوط الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.